يقول من طاوع الثنتين يصبر على اللوم يصبر على فرق الأهل والعمامي. هذا شطر بيت صار مثل دارج دحين عند الناس كلهم. المثل هذا هو شطر بيت من قصيدة العبد من عبيد عنزة، كان عند الشيخ هذال من مشاهير شيوخ عنزة، وكل العرب يعرفونه ويمكن تعرفونه بالذكر ومن كثر ما جاء في الروايات. العبد هذا مرة من المرات ربي يرزقه بقروش، جاه قروش وجاه رزق، وشاور نفسه قال انا ليه ما اخذ لي حلال واخذ لي ابل واخذ لي مثل عمامي ومثل الربع هذولي، ويصير عندي حلال ويصير عندي مرجله. وذيك الايام الرجال اللي ما عنده حلال وما عنده ابل وما عنده من العيشه شيء ورزق ضعيف، ما في هي مصادر القوت هي مصادر الرزق كله. المهم راح وشاور حرمته قال انا والله ربي رزقني بقروش ودي اخذ لي نياقن مع الربع واتمصلح بها واترزق الله واشوف حالي. قالت لا يا مجنون ابكي نياق وش تبيها؟ اخذ لنا معزه وضان نبيع صوفها ولبنها وحليبها وزبده وسمن منا ومضير منا، وانت وقت وانت رزق الله يا ابوي روح بلا تاخذ لك ناقه نقعد نتبع فيها سنتين لين يجي لها ولد ولا مات ولا وقامت تحن على. المهم اقنعته الحرمه انه ياخذ غرم ويترك فكرة النياق. المهم راحت الايام وجات الايام بعد ما اشترى الغنم وطاح ربيع وجاء وسم في ديره ما هي قريب منهم بعيد، ومن عادة العرب يرحلون للربيع لمحلة ديارهم وسمعوا بربيع يرحلون يمه ما يقعدون. المهم وهذا يوم جاتهم علومهم قال الشيخ ابن هذال مشانا نبى ديرة الحياة ونبى ديرة الربيع وديرتنا امحلت واجذبت ونبي نمشي. المهم شدوا على ركايبهم وتحركت المظاهر ومشوا. الغنم والمعزة ما تمشي مع البل لأن البل عندها قوة تحمل في المشي، والمعزة لو مشت معها فترة تنقطع دونها ما تواصلها ما تواصل معها في المشي. المهم عود مسعود قال والله حلالي ما يمشي مع حلالكم والله يستر عليكم، وأنا بقعد في الديرة هذه ولا أقدر أروح معكم والله يوفقكم ويستر عليكم. المهم أخذ له فترة من الوقت بعد رحيلهم بعد ما حالوا من يمه وبعد ما حالوا عنهم، وهذاك العشي يتمشى في الديرة وشاف منازلهم وشاف محلاتهم على قولهم وشاف مرابع حلالهم، وهاضت القرية حقته قال أمصضحة عديت في راس مزموم تومي بي الرياح شرقا وشامي ماكر حرار ما يركن به البوم كود العقاب الصيرمية القطامي. أبكي هلي يا ناس ماني بمليوم واظن من يبكي هله ما يلامي، ما هو غلا غرون من الدق وماشوم على الشيوخ متيهين الجهامي من طاوع الثنتين يصبر على اللوم يصبر على فرق الاهل والعمامي هذه مرابط خيلهم دايم الدوم حقب العيون ومروبعات الهوامي يركب عليهم بلقى كل شغموم من ربعي اللي ما وطوا بالملامي هذا مشب النار والحفر مذلوم ومرك الدلال المتعبات الشوامي علمي بهم شدوا من الوادي بودوم مستجنبين مطيرات العسامي تنحر وادي به العشب كيهم تسمن به المعزة وهدف السنابي أدنى منازلهم حشاشة ولملوم وقصى منازلهم ودي النعامي. وهذه سالفة وقصيدة